السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل تدريبات الدرس الأول من الوحدة الثانية، درس الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد محمد علي، دراسات الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني. ويلا نشوف مع بعض ثانيا أسئلة كتاب الامتحان. يا مس بالنسبة للأسئلة الكتاب المدرسي إن شاء الله لما الدراسة تبدأ هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي. تمام يا مس؟ تمام. يلا بينا نشوف مع بعض. السؤال الأول: أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات أو بكلمات. رقم 1: أراد محمد علي التوسع في السودان لتأمين حدود مصر من جهة نقط. يا مس محمد علي لما مسك حكم مصر كان لازم يأمن حدود مصر، بس لازم يأمنها في السودان. طيب لتأمين حدود مصر احنا عارفين ان السودان موجودة بالنسبة لمصر موجودة فين؟ في الجنوب، يبقى من جهة الجنوب هنقوم كاتبين الجنوب. محمد علي التوسع في السودان لتأمين حدود مصر من جهة الجنوب. رقم 2: أقام محمد علي باشا نظام للحكم والإدارة بالسودان مماثلا لما أسسه في نقط. محمد علي عمل نظام مماثل في السودان زي اللي كان مطبقه فين؟ زي اللي كان مؤسسه في مصر. نقوم كاتبين في مصر. رقم 3: كان حكمدار السودان يجمع في يده السلطنات. حكمدار السودان اللي هو زي ايه؟ الحاكم كده، كان بيجمع في ايده السلطة الايه؟ السلطة العسكرية والمدنية. يبقى في يده السلطة المدنية والعسكرية. تمام يا مس. رقم 4: تكون الجيش في السودان أثناء حكم محمد علي من جنود مصريين ونقط ونقط. الجيش في السودان محمد علي كان مكون، هو احنا عارفين اللي هو كان مكون الجيش في السودان، بس خلى الجيش متنوع ما بين السودانيين او ما بين مين؟ ما بين جنود مصريين وسودانيين واتراك. يبقى جنود مصريين واتراك وسودانيين. تمام. رقم 5: اهتم محمد علي ببناء المدن في السودان ومنها مدينتي نقط ونقط. محمد علي اهتم ان هو يبني في السودان، بناء المدن في السودان، بس بنى منها مدينتي ايه؟ مدينتي الخرطوم وكسلة. هنقوم كاتبين مدينتي كسلة والخرطوم. رقم 6: أقبل الشباب السوداني إلى مصر خلال عهد محمد علي طلبا للعلم في نقط. طبعا طلبا للعلم فين؟ في الأزهر. تمام. شوف اللي بعده. السؤال الثاني: أكمل الجدول التالي. رقم 1: مدينة نقط ولد بها محمد علي في شمال اليونان. يمس محمد علي ولد في مدينة إيه؟ ولد في مدينة قولة شمال اليونان، يبقى مدينة قولة. رقم 2: مدينة نقط وصلت إليها حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي عام 1821 اللي هي مدينة إيه؟ مدينة صنعاء. رقم 3: مدينة نقط اتخذها محمد علي عاصمة للسودان اللي هي الخرطوم. مدينة الخرطوم. رقم 4: مدينة نقط أصبحت في عهد محمد علي من أهم المدن الإدارية في شرق السودان اللي هي مدينة إيه؟ مدينة كسلة. يبقى مدينة كسلة من إيه؟ أصبحت في عهد محمد علي من أهم المدن الإدارية. طب السؤال التالي: اكمل الجدول التالي بما يلائمه ما بين القوسين. عندنا استثمار الموارد، توسيع حدود مصر، تأمين حدود مصر الجنوبية، استكشاف منابع النيل في إفريقيا، تجنيد السودانيين. تعال نشوف أهداف محمد علي من ضم السودان. طيب الأهداف السياسية اللي هي إيه؟ اللي هي توسيع حدود مصر. الإيه؟ توسيع حدود مصر. هنقوم كاتبين السياسية توسيع حدود مصر. توسيع حدود مصر. طب رقم 2: العسكرية. طب العسكرية اللي هو جند السودانيين وأمن حدود مصر الجنوبية. فهنقوم كاتبين تأمين حدود مصر الجنوبية وتجنيد السودانيين. السودانية. رقم 3: الجغرافية. طيب أهداف محمد علي الجغرافية إن هو كان بيستكشف منابع نهر النيل فين؟
في إفريقيا. هم كاتبين استكشاف منابع النيل في إفريقيا. في إفريقيا. رقم 4 الاقتصادية. الأهداف الاقتصادية بتاعته اللي هو كان بيستثمر إيه؟ الموارد. استثمار الموارد. تمام يا مس. شوف اللي بعده السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. رقم 1 التحق محمد علي قبل مجيئه إلى مصر بالجيش البريطاني العثماني الفرنسي المملوكي. محمد علي قبل ما يجي مصر كان ملتحق بالجيش الإيه؟ كان ملتحق بالجيش العثماني. طب رقم 2 القضاء على المماليك بالسودان كان يمثل أحد أهداف محمد علي من ضمن السودان السياسية العسكرية الجغرافية الاقتصادية. يمثل احنا عارفين محمد علي كان بإيه؟ بيلاحق المماليك عشان يقضي عليهم، لأن هو كان خايف إن هم يتعاونوا تاني مع بريطانيا. طيب لما كان يقضي على المماليك دي كانت من أهدافه الإيه؟ دي كانت من أهدافه السياسية. يبقى ده كان هدف إيه؟ سياسي. رقم 3 يستدل من أهداف محمد علي للتوسع في السودان على أنه كان متخوفا من التحالف بين العثمانيين والفرنسيين، البريطانيين والفرنسيين، المماليك والبريطانيين، العثمانيين والمماليك. لا احنا لسه قايلين المماليك والبريطانيين. المماليك والايه؟ والبريطانيين اللي هم الانجليز. رقم 4 اصطحب اسماعيل باشا ابن محمد علي في حملته بالسودان عام 1821 مجموعة من العلماء المصريين والأتراك، الفرنسيين والإنجليز، المصريين والفرنسيين، الأتراك والإنجليز. إسماعيل باشا كان مصطحب معاه في الحملة بتاعته بالسودان مجموعة من العلماء، بس العلماء دول كانوا مجموعة منين؟ كانوا من المصريين والفرنسيين. يبقى من مجموعة من المصريين ومين؟ والفرنسيين. تمام. رقم 5 أي مما يأتي مثل عائقا أمام رحلات سليم بالقبطان لاستكشافية المنابع النيل؟ قلة السفن، وجود الجنادل والشلالات، معارضة الدول الاستعمارية، معارضة الدول العثمانية. يمس احنا عارفين ان سليم بيك قبطان كان مكلف اللي هو يكتشف منابع النيل، بس كان في حاجة وقفت قصاده اللي هو يكمل استكشاف منابع النيل. طب ايه هو العائق امام رحلات سليم بيك قبطان؟ طبعا وجود الجنادل والشلالات. وجود الجنادل والايه؟ والشلالات. تمام. رقم 6 اقل عدد من الجنود التابعين لمحمد علي في السودان كانوا من المصريين، السودانيين، الاتراك، البريطانيين. جنود التابعين لمحمد علي كانوا أقل عدد من اللي كانوا منين؟ كانوا موجودين من الأتراك. يبقى الأتراك كان عددهم في الجيش كان قليل. رقم 7 مدينة أنشأها محمد علي بالسودان وجعلها مقر للحكمدار وأقام فيها ترسانة لصناعة السفن هي كسلة، الخرطوم، ملكان، كورتي. مدينة أنشأها محمد علي بالسودان وخلاها مركز حكم للحكمدار اللي هي الإيه؟ اللي هي مدينة الخرطوم اللي هي أصلا عاصمة السودان. رقم 8 أنشأ محمد علي مصنعا للبارود بمدينة سنار، كسل، الخرطوم، دنقلة. لا، محمد علي أنشأ مصنع البارود في مدينة إيه؟ في مدينة الخرطوم. رقم 9 بموجب فرمان السلطان العثماني عام 1841 حصل محمد علي على حكم وراثي لمصر والشام، الحبشة، اليونان، السودان. بموجب فرمان السلطان العثماني محمد علي حصل على حكم وراثي لمصر والإيه؟ مصر والسودان. تمام يا مس. نشوف اللي بعده. السؤال الخامس اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع التصوير. رقم 1 نقوم منزلين دي كده شوية عشان إيه نشوفها. رقم 1 نجح محمد علي للوصول إلى حكم مصر بعد تودده لشعبها. طبعا صح. صح. رقم 2 نجح محمد علي في الوصول إلى مناجم الذهب في مدينة دنقلة. طبعا صح. طب رقم 3 أصدر محمد علي قرار بإلغاء تجارة الرقيق خلال حملته إلى السودان عام 1838. طبعا صح. طب رقم 4 كان حكمدار السودان يتبع وزارة الخارجية بمصر. لا، كانت الوزارة الإيه؟ وزارة الداخلية وليست الخارجية. الداخلية. رقم 5 كان قسم محمد علي السودان إلى 3 مديريات
لا، أمال قسمها لكام؟ ل7 مديريات، ل7. طب رقم 6، قام محمد علي بإرساء الأمن في السودان بعد أن كانت القبائل متفرقة ومتصارعة. طبعا صح. رقم 7، أنشأ محمد علي بعض المدارس النظامية بالسودان. طبعا صح. رقم 8، أرسل محمد علي مزارعين مصريين إلى السودان لتدريب السودانيين على أساليب الزراعة المتقدمة. طبعا إيه؟ طبعا صح. طيب يا مس، رقم 9، من مشروعات الري التي أقيمت بالسودان خلال حكم محمد علي حفر العديد من القنوات. طبعا صح يا مس. رقم 10، كلف محمد علي شيوخ القبائل في السودان بحماية طرق التجارة. طبعا إيه؟ طبعا صح. تمام. السؤال السادس يا مس، سوي ما تحته خط. رقم 1، ولد محمد علي في بلدة قولة جنوب بلاد اليونان؟ لا، لأن محمد علي ولد في مدينة قولة شمال بلاد اليونان. شمال اليونان، شمال وليس الجنوب. رقم 2، سعى محمد علي للقضاء على المماليك الذين فروا إلى السودان خوفا من تحالفهم مع فرنسا؟ لا طبعا. أمال مع إيه؟ مع الإنجليز اللي هم بريطانيا. بريطانيا. تمام يا مس. رقم 4، توقفت أو رقم 3، تأمين الحدود الجنوبية لمصر. دي كانت أحد الأهداف الجغرافية لمحمد علي. لا، طالما تأمين الحدود يبقى الإيه؟ الأهداف العسكرية وليست الجغرافية. العسكرية. رقم 4، توقفت رحلات سليم بيك قبطان في عهد محمد علي لاستكشاف منابع النيل الأبيض وعادت إلى مدينة دنقلة. لا، أمال مدينة إيه؟ مدينة الخرطوم. الخرطوم. تمام يا مس. نشوف اللي بعده. رقم 5، اتخذ إسماعيل باشا من مدينة الخرطوم عاصمة للسودان. لا، أمال إيه يا مس؟ ما كانش إسماعيل باشا، أمال كان مين؟ محمد علي. محمد علي. رقم 6، اهتم محمد علي بالتعليم فعمل على نشر المدارس النظامية في جميع أنحاء السودان. لا، ما كانش المدارس النظامية، أمال إيه؟ الكتاتيب اللي هو الكتاب اللي هم بيقعدوا يحفظوا فيه القرآن. يبقى هنقوم كاتبين الكتاتيب. الكتاتيب. رقم 7، يرجع الفضل في نهضة السودان إلى الإمبراطورية البريطانية التي أدخلت مظاهر النهضة الحديثة بها. لا، ما كانش الإمبراطورية البريطانية، أمال مين؟ كان محمد علي. محمد علي. رقم 8، استخدم محمد علي القانون البريطاني للفصل بين النزاعات أو الفصل في النزاعات بين سكان السودان. لا، ما كانش بيستخدم القانون البريطاني، أمال كان القانون إيه؟ كان القانون العثماني. العثماني. رقم 6 أو رقم 9، نتج عن اهتمام محمد علي بالملاحة النهرية أن أصبحت مدينة دنقلة أحد المحطات التجارية في إفريقيا. لا، ما كانش مدينة دنقلة، أمال كانت مدينة إيه؟ مدينة الخرطوم. الخرطوم. تمام يا مس. تمام. السؤال السابع، اكتب ما هي كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1، عملية بيع وشراء البشر كعبيد واستغلالهم في العمل الإجباري وحرمانهم من حرياتهم وحقوقهم، اللي هي إيه مس؟ اللي هي تجارة الرقيق. تجارة الرقيق. الرقيق. رقم 2، مدينة جعلها محمد علي عاصمة للسودان وأقام بها ترسانا لصناعة السفن النيلية، اللي هي الإيه؟ اللي هي مدينة الخرطوم. الخرطوم. رقم 3، منصب يجمع بين السلطة العسكرية والمدنية في السودان وكان تابعا للديوان الداخلية في مصر، اللي هي الإيه؟ اللي هو الحكم دار. حكم دار. تمام يا مس. شوف اللي بعده. رقم 4، معاهدة عقدت عام 1840 لإيقاف توسعات محمد علي خارج مصر، اللي هي معاهدة إيه؟ اللي هي معاهدة لندن. معاهدة لندن. تمام يا مس. رقم 5، حصل محمد علي بمقتضاه على حكم وراثي في مصر والسودان، اللي هو إيه؟ اللي هو فرمان 1841. فرمان 1841 ميلادي. تمام يا مس. شوف اللي بعده. السؤال الثامن، إلى من تنسب الأعمال الآتية. رقم 1،
تولى حكم مصر عام 1805 اللي هو طبعا محمد علي. محمد علي. رقم 2، خرج بحملة من مصر لاستكشاف افريقيا، وصل الى سنار عام 1821 اللي هو مين؟ اللي هو اسماعيل باشا ابن محمد علي. اسماعيل باشا ابن محمد علي. رقم 3، خرج بثلاث رحلات متتالية لاكتشاف منابع النيل الأبيض أثناء حكم محمد علي، وحالت الجنادل والشلالات دون استكمال رحلته اللي هو مين يا مس؟ اللي هو سليم بك قبطان. فنقوم كاتبين سليم بك قبطان. قبطان. رقم 4، تم تعيينه أول حكمدار للسودان في عهد محمد علي اللي هو إسماعيل باشا. تمام. رقم 5، أنشأت رسالة الخرطوم لصناعة السفن في السودان، والحق بها معملها لإعادة تشكيل الحديد اللي هو مين؟ محمد علي. محمد علي. السؤال التاسع، رتب الأحداث التاريخية من الأقدم إلى الأحدث. رقم 1، وصول محمد علي إلى دنقلة بالسودان، وصول حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي لسنار، التحاق محمد علي بالجيش العثماني، حصول محمد علي على حكم مصر والسودان وراثيا. طب يا مس تعال نشوف. أول حاجة إن محمد علي التحق بالجيش العثماني. نقوم مكبرينها كده، نقوم كاتبين رقم 1. طب بعد ما التحق، وصول حملة إسماعيل باشا ابن محمد علي لسنار. طب رقم 3 وصول محمد علي إلى دنقلة بالسودان. ورقم 4، حصول محمد علي على حكم مصر والسودان وراثيا. ونقف لحد هنا. انتظروني في حل باقي التدريبات، وبالتوفيق لنا ولكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.